السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض طواجن المكرونه باللحمه المفرومه باجمل واسهل طريقه، وتكات اول مره تعرفيها هتطلع معاكي اجمل من بتاعه المحلات. قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك ولايك لو عجبكم الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقول بسم الله ونبدا الوصف. اول حاجه هحضرها طاسه فيها ماده دهنيه، سمنه او زيت المتوفر. انزل في الطاسه ببصلتين كبار متقطعين، ونشوح البصل في السمنه لحد ما يدبل. ننزل في البصله بنص معلقه توم مهروس. انا حطيت بصلتين، ممكن تحطوا 3 او زي ما انتوا عايزين. نص كيلو لحمة مفرومة هنزل بيها على البصل. نشوح اللحمة مع البصل لحد ما يتغير لونها. هنزل عليها بالبهارات بتاعتي، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة قرفة، معلقة صغيرة ملح، قرن فلفل حامي ممكن نستغنى عنه عادي لو متحبيش الحاجة سبايسي. معلقتين صلصة، بس الصلصة بتاعتي كانت متجمدة، كانت في الفريزر. ونص معلقة بهارات لحم. وده شكل اللحمة بتاعتي بعد ما اتعصجت. هنعمل صلصة المكرونة. نضيف اي مادة دهنية. انا حطيت سمنة، ننزل عليها بمعلقة توم مهروس. نشوح التوم مع السمنة، حاجة بسيطة، ما تخليش التوم ياخد لون، لان لو خد لون طعمه هيبان في المكرونة. نضيف عصير الطماطم، كيلو طماطم ضربته في الخلاط وصفيته. بعد كده هضيف معلقتين صلصة. بعد كده هنضيف الملح المظبوط، معلقة كبيرة ملح ونص معلقة سكر، نص معلقة فلفل اسمر، ومعايا نص معلقة كزبرة. هنسبك الطماطم نص تسبيك. لتر مية ما يعادل 4 كوبايات.